إخوتي الكرام، ديننا دين التيسير ورفع الحرج، فلا تشددوا على أنفسكم ولا تشددوا على الآخرين، لأن هذا ليس من الدين. أعرف أناسا يشددون فيقلبون المندوب يقلبونه إلى مفروض، والمكروه يقلبونه إلى محرم، يشددون على أنفسهم وعلى الآخرين. لهؤلاء أقول: كان الصحابة الكرام يتحرجون من أن يقولوا عن شيء إنه فرض أو حرام إذا لم يكن لديهم دليل واضح على ما يقولون. لكننا اليوم للأسف بتنا نبتلى بأناس لا يفقهون هذا الفقه، فنراهم يجعلون سنن الصلاة مثلا في درجة الفرائض، ويعيبون على من يتكاسل عن أدائها، ويتهمونهم بالإثم والتقصير، وربما بالمروق من الدين. ونراهم كذلك يعيبون على الناس ويتهمونهم بالفسق إذا فعلوا بعض المكروهات، كمن يترك صلاة تحية المسجد، يكره ترك تحية المسجد، أو من يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة وليس 3 مرات، هذا من الأمور المكروهة. مع العلم إذن يعيبون عليهم ويتهمونهم بالتقصير والإثم، مع العلم أن جميع الفقهاء اتفقوا على أن من يأتي بالسنن يثاب، ومن لا يأتي بها لا يعاقب، وأن من يترك المكروه يثاب، ومن يفعل المكروه لا يعاقب، لأن المكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، هذا هو المكروه. أما الحرام ما نهى عنه نهيا جازما. الحق يا إخوتي أن هؤلاء المتشددين يسيئون إلى الدين وينفرون الناس منه. ذكر أحد الدعاة أن الإسلام في اليابان لا ينتشر بالقدر المطلوب، لأن بعض الدعاة يشددون على الناس ويفرضون عليهم القيام بالمندوبات، يجعلون المندوب في درجة المفروض، ويجعلون المكروه في درجة الحرام، مما يصد الناس في اليابان عن الدخول في الإسلام. ويقولون دينكم كثير التكاليف، مع أن ديننا ليس كثير التكاليف، لكن هؤلاء بجهلهم جعلوا وصوروا الدين على أنه كثير التكاليف. قد يقول البعض إن الأخذ بالمندوبات وترك المكروهات هو كمال في الدين، ولذلك نحن ننكر على المقصرين في هذه الأمور ونحثهم على فعل المندوب وترك المكروه. الجواب: هذا صحيح من حيث المبدأ. حين يطالب الإنسان نفسه بهذا ويشجعها على فعل المندوبات وترك المكروهات، هذا أمر جيد، لكن وأيضا هو جيد عندما نرغب الآخرين بهذا ونشجعهم عليه. لكن المذموم هو أن نقلب هذه الأمور عن أنصبتها، هذا هو المذموم، فنجعل المندوب في درجة المفروض ونجعل المكروه في درجة المحرم، ونبدأ نذم الآخرين ونفسقهم ونتهمهم بالتقصير بناء على تصنيفنا نحن. عندما تخاطب نفسك أخي وأختي، عندما تخاطب نفسك زكيها كما تشاء، وقودها إلى الخير، وأدبها كيفما تشاء وكما تشاء، لكن عندما تخاطب الآخرين خاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر لي عن عاصم مدمن على المعصية أراد أن يتوب، فسأل عمن يرشده إلى دينه، فدلوه على أحد الدعاة المتشددين، فلم يستطع هذا العاصي الذي يريد أن يتوب، لم يستطع أن يلتزم بما أوجبه عليه هذا الداعية، فعاد إلى سابق عهده من المعصية. الحق أن هذا الداعية إنسان لا يمتلك الحكمة ولا يصلح لمنصب الدعوة، ولم يسمع بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين اللذين أرسلهما دعاة إلى دين الإسلام في اليمن، فقال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فعندما يعيش المرء عمر طويل في المعصية ثم يشرح الله تعالى صدره للتوبة، الواجب على الدعاة أن يترفقوا به ويعتبروه كأنه داخل في الإسلام لتوه، فيمشوا معه متدرجين، فيكلفه بالأخف من الأعمال واليسر من الأحكام حتى ترسخ قدمه وتمتد جذوره في أرض الصلاح والتقى، ثم بعد ذلك يترقوا به شيئا فشيئا حتى ينتقل من المحافظة على الفرائض فيضم إليها فعل النوافل، ومن اجتناب الذنوب الكبائر ليضم إليها اجتناب الذنوب الصغائر. عندما جاء الأعرابي الذي دخل في الإسلام حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد على الفرائض شيئا يتطوع به، وقد حلف الأعرابي على ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني فقط أؤدي الفرائض. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. إخوتي الأكارم، يوجد في ديننا أمور قطعية وأمور اجتهادية.
هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. عن بعض الأمور المتعلقة بالدين، لأن من يريد أن يكون من التوابين المتطهرين لا بد له أن يعرف دينه حق المعرفة حتى يستطيع الالتزام بتعاليم دينه فيمتثل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ويجتنب نواهيه. عندما تتعلمون أمور دينكم اعلموا أن فيه القطعيات والاجتهاديات. القطعيات هي ما ورد في القرآن الكريم أو السنة المتواترة التي رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. يشترط أيضا أن يكون معناها واضحا لا يحتمل أكثر من تفسير، كفرضية الصلوات الخمس وفرضية الوضوء لصحة الصلاة وفرضية الزكاة وصيام رمضان وأداء فريضة الحج. كل هذه من القطعيات التي لا مجال للاختلاف فيها. لا نقبل أن يقول أحد الصلاة غير مفروضة فهو يخرج من الدين. لكن هناك أمورا اجتهادية تحتمل أكثر من معنى اختلف الفقهاء في تفسيرها، كتفسيرهم لمعنى القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بعضهم قال القرء هو الحيض وبعضهم قال القرء هو الطهر، وكلا المعنيين وارد في اللغة. هنالك أيضا يا إخوتي أمور مستجدة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، كحكم المخدرات كالمخدرات مثلا واستخدام الكولونيا والفوائد المصرفية. هذه كلها لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور المستجدة قد تكون واضحة الحرمة فيتفق الفقهاء على حرمتها كحرمة المخدرات، وقد تحتمل أكثر من وجه فيختلف الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لها. نرى في كثير من الأحيان في المسألة الواحدة بعض الفقهاء يقولون هي جائزة، ونرى بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول محرمة. ومن هنا أقول لا تتعلم الفقه على مذهب واحد، لأن ذلك سيؤدي إلى تضييق ما وسعه الله تعالى وتعسير ما يسره، إضافة إلى أنه يحمل المتعلم يحمله على التعصب المذهبي بحيث يرى نفسه على الحق وغيره على الباطل. يروى أن محمد بن القاسم وهو أحد الفقهاء ال7 المشهورين في عصر التابعين في المدينة سئل عمن صلى وراء إمام في صلاة سرية هل يقرأ خلفه أم لا؟ فأجاب إن قرأت خلفه فلك في ذلك أسوة في رجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تقرأ خلفه فلك أيضا أسوة في رجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لو فقهنا ديننا على هذا الوجه يا إخوتي لما رأينا الخلاف والتكفير والتفسيق قائما بين من يؤيدون نقاب المرأة ويعتبرونه فرضا وبين من لا يرونه فرضا. ولم نرى أيضا هذا الخلاف والتفسيق والتكفير بين من يعتبرون إعفاء اللحية فرضا وبين من يعتبرونه سنة. ولا رأينا الاحترام بين الفريقين قائما يعذر بعضهم بعضا، لأن المسألة اجتهادية جرى فيها اختلاف بين الفقهاء ال4 أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة اليوم. إياكم إخوتي وتكفير الآخرين. بعض الناس لا يفتؤون يتهمون الآخرين بالكفر لأنهم يتكاسلون عن أداء الصلاة أو يتمسحون بقبور الأولياء. الحق أنه لا يجوز تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بدليل صريح يدل على كفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه، أي إن لم يستحق الرجل المنعوت بالكفر هذه الصفة صفة الكافر فإن من ينعته بالكفر يعتبر هو الكافر. في حادثة أسامة بن زيد دليل واضح أيضا على عدم جواز اتهام النيات. فلان كافر أنا أعلم بنيته، فلان مسلم لأنني أعلم بنيته. هذا غير صحيح، لأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم السرائر، والحكم في الدنيا ينبغي أن يبنى على الأقوال والأفعال وليس على النيات. في الأخير الله أعلم بالسرائر. ما جرى مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه تمكن من أحد الكفار في إحدى المعارك، فنطق الكافر بالشهادتين ومع ذلك قتله أسامة. فلما عاد أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال قالها متعوذا يا رسول الله، أي يعني قالها ليهرب من الموت.
فيقول أسامة: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر مستنكرا: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الحق يا إخوتي أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر، بل يعتبر فاسقا أي خارجا عن طاعة الله، ولكنه ما يزال مؤمنا يندرج تحت شعار الإسلام والمسلمين. عندما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على صحابي شرب الخمر، لعنه أحدهم قائلا: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إخوتي الأكارم، الحكم بتكفير أحد ما مسألة خطيرة لا تجوز إلا بدليل صريح يدل على الكفر، كأن ينطق المرء بالكفر أو يصر على ذلك أو ينكر فرضية الأمور القطعية كفرضية الصلاة والصيام والحج. أما أن يترك إقامة هذه الفرائض تكاسلا وليس إنكارا لها فليس هذا بكافر. كذلك يا إخوتي من يزور قبور الأولياء والصالحين اليوم ليستغيث بهم معتقدا أنهم واسطته إلى الله فهو أمر محرم وهو من كبائر الذنوب، لأنه يقدح في عقيدة توحيد الله وتوحيد ربوبيته وألوهيته. فالاستغاثة والاستعانة يجب أن تكون بالله وحده، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى هؤلاء أن يتوبوا ويقلعوا عن هذا الذنب العظيم، إلا أنه بالمقابل لا يجوز لنا أن نحكم بكفرهم ونهدر دماءهم، لأنهم ما يزالون مسلمين، وتكفير المسلم من أكبر الكبائر. وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. إخوتي الأكارم، أحب أن أختم هذه الحلقة بالقصة. سئل أحد الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام عن سبب إسلامه فقال: أنا بروفيسور في إحدى الجامعات الأمريكية، وقد التحقت بجامعتنا طالبة أمريكية مسلمة وكانت محجبة، الأمر الذي أثار غيظ أحد الأساتذة المتعصبين ضد الإسلام، فكان يسيء معاملتها ويهضمها حقها في العلامات التي تستحقها. فرفعت الطالبة شكوى إلى إدارة الجامعة تتذمر فيها من اضطهاد الدكتور لحقوقها لكونها مسلمة. تم عقد جلسة تحقيق في الجامعة للتأكد من شكوى تلك الطالبة، وكنت أنا من بين الأساتذة الذين حضروا هذه الجلسة، وكنا متحمسين لحضورها كونها الأولى من نوعها في الجامعة. بدأت الجلسة بالاستماع لشكوى الطالبة، فراحت تبين بكل ثقة أن الأستاذ يبغض ديانتها، وأن ذلك يتسبب في هضمه لحقوقها العلمية، وطلبت الاستماع إلى شهادات زملائها الذين أكدوا بدورهم على ما تقوله. أثارت هذه الشهادات غضب الأستاذ، فقام يدافع عن نفسه بشراسة، فانجر للطعن في الإسلام واتهامه بأنه دين الإرهاب. لم تصمت الفتاة أمام إهانته للإسلام، فراحت تدافع عن الإسلام وتنافح بأسلوب علمي مؤدب. يقول ذلك الدكتور والبروفيسور: كنت أنا وبعض الأساتذة مدهوشين ومعجبين بجرأة هذه الفتاة وثقتها بنفسها ومعرفتها بدينها واعتزازها به، فرحنا نستفسر منها عن بعض الأمور في الإسلام، وكانت بدورها تجيب بكل طلاقة وانسيابية. بالرغم من أن الجلسة لم تحسم لأي من الطرفين، إلا أن الفتاة ظلت على موقفها الثابت ووعدت أن تدافع عن حقها وتناضل من أجله، ولو اضطرها هذا إلى تأجيل دراستها لمتابعة القضية. كانت تلك الفتاة بمثابة الشرارة التي أشعلت فينا الفضول، فبدأنا أنا وبعض زملائي نتعرف على دين الإسلام، فقرأنا بعض الكتب وزرنا أحد المراكز الإسلامية، حيث التقينا بداعية رائع استطاع أن يجذبنا إلى الإسلام، فأعلنا إسلامنا أنا و4 أساتذة و4 طلاب من الجامعة، وكونا مجموعة متواضعة هدفها دعوة الأمريكيين إلى الإسلام. أنا أنصح الشباب المسلم وأقول لهم: اعرفوا دينكم، أحبوه، طبقوه، لأنه دين يستحق الخلود والبقاء.